تريزيجيه في اداؤه في البطوله مش احسن حاجه، وما قدمش الاداء اللي كان يخليك ان انت تسيبه اصلا في الملعب. فكانت بالنسبه لي غريبه شويه. والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا بحب تريزيجيه جدا والله، والناس اللي قريبه مني واصحابي الاهلاويه عارفين كويس ان انا بحب تريزيجيه. بس الناس اللي هتقعد تقول لك انت مش عارف وانت عشان بيلعب في الاهلي والكلام ده، لا. مبدئيا الف سلامه على محمود تريزيجيه، ان شاء الله تكون اصابه بسيطه وان شاء الله يكون موجود مع المنتخب في الماتشات اللي جايه، لان احنا محتاجين لعيب بامكانيات تريزيجيه. لكن انا طلعت قلت في راديو الزمالك ان تريزيجيه من اسوأ لاعبين المنتخب دور المجموعات، وناس كتير اهلاويه طلعت هجمتني وقالت لي انت كل ده عشان بيلعب في الاهلي، ما تقول لعيبه الاهلي ما اعرفش والكلام ده. اصابه تريزيجيه النهارده، وانت كاهلاوي عايزك تقيم لي مستوى تريزيجيه في المنتخب من اول ما بدات البطوله لغايه وقت الاصابه بتاع النهارده. هل ده تريزيجيه؟ هل ده تريزيجيه اللي احنا عارفينه، اللي كنا بنقول عليه زمان ان هو بيشيل المنتخب اكتر من محمد صلاح؟ لا طبعا. ان انا اقول ان ده مش تريزيجيه مش معنى كده ان انا بهاجمه، لا بالعكس، انا بقول ان هو محتاج يركز، ان ده مش تريزيجيه، مش ده مستوى تريزيجيه اللي احنا نعرفه. كانت نقطه حابب اوضحها، لان انا مش من نوع الناس ان انا اطلع انتقد لعيب عشان خاطر بس هو بيلعب في الاهلي والكلام ده. واكبر دليل على كده ان الشناوي لما تالق ماتش جنوب افريقيا كنت انا اول واحد طلعت احيي الشناوي. النهارده لما تالق مروان عطيه وياسر ابراهيم انا اول واحد طلعت قلت ان دي لعيبه رجاله، وان دول كانوا نجوم الماتش، وان هم من احسن لعيبه المنتخب ساعه البطوله ما بدات. فوالله دايما كل واحد لازم يقول اللي ليه ويقول اللي عليه. نتمنى اللعيبه كلها تكون على اعلى مستوى، وبنتمنى التوفيق للعيبه منتخب مصر كلها، ان احنا بجد عايزين البطوله ديت.